بصوا يا حبايبي، انا خلصت الفراخ البرجر الفراخ اللي منتهى الجمال. جامبو يا جماعه. في منتهى الجمال ما شاء الله. بصوا كل واحده قد ايه كبيره، ازاي جميله. دوت عشان بتاع البرجر اللي احنا عندنا، المكبس البرجر اللي مش ما عندوش برضو يعمل زي ما قلت باي غطا عنده. بس هو ده البرجر الجميل التحفه اللي انا قدمته مع بطاطس. ممكن نعمله سندوتشات بقى، ممكن ناكله مع البطاطس كده. اللي عاملين دايت يا جماعه جميل جدا، وتغيير الفراخ يا جماعه، وناكل الفراخ برضو بشكل جديد وشكله حلو جدا. ينفع على السحور، ينفع غدا، ينفع عشاء، ينفع للرحلات، ينفع للمدارس. وجبه جميله، وجبه مغذيه ومفيده، واحنا عارفينها احنا عاملين المكونات بتاعتنا ازاي. في منتهى الجمال. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوف كل حاجه جديده عندي. وده الكاتشب اللي عندي اللي انا عاملاه برده في البيت معاكم. وجبه جميله ومتكامله. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوف كل حاجه جديده عندي. واشوفكم دايما على خير. واللهم بلغنا رمضان وشعبان يا رب. اللهم بلغنا رمضان وشعبان. اشوفكم على خير يا حبايبي. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ كله تمام. النهارده بقى يا جماعه انا عندي هعمل خش على المقادير على طول على اللي احنا هنعمله النهارده. انا عندي بص 600 جرام من صدور الفراخ، مقطعها كده مكعبات، ومتبلاها ببصله وثوم وقرن فلفل وطماطمايه والتوابل بتاعتي اللي هي البابريكا ودي فراخ بهارات الفراخ، ونص فلفل اسود، ونص معلقه ملح، وكم فص حبهان. ماشي. اخش على المقادير يا حبايبي. انا النهارده هنعمل همبرجر الفراخ يا جماعه. ماشي. برجر الفراخ الجميل البيتي اللي احنا هنخش على المقادير على طول. انا معايا بصلتين كبار، ومعايا 3 فصوص 5 فصوص توم كده، معايا 4 فصوص سبايسي، وجزرايه فشراها. دي معايا بيض، بياض بيضه. ودي معايا كوبايه فوق الصويا. ماشي. فوق الصويا دي ما يعادل 100 جرام يا جماعه. ماشي. ومعايا معلقتين كاتشب من اللي انا كنت عاملاهم في البيت، وهاخد معلقه سمنه بلدي عشان نربط الكلام ده كله مع بعضه. وهنحط برده اهم حاجه البهارات اللي هي بتاعت مفيش، لقيتها بتاعت الفراخ بتاعت البرجر. فلقيت الخلطه دي برده بتاعت الكفته المشويه حلوه قوي للفراخ، فهنحطها دي على بعض. وده مع نص معلقه بيكنج باودر. هي دي مقاديرنا للفراخ برجر الفراخ يا جماعه. ويلا بقى هنطبقه مع بعض، وهنخش على على الكبه، وكله هنضربه مع بعض في الكبه. وثانيه واحده وخليكم معايا. هنا البصل يا جماعه هضربه الاول، البصل في الكبه الاول، وبعدين هنزل بالمكونات بتاعتنا. بصوا يا حبايبي، انا جيت حطينا هنا بقى الفوري الصويا هنا. حطيته في الحله بحيث ان انا هنزل بالميه سخنه كده من الكاتل يا جماعه. انا عايزاه بس يطرى معايا كده بس، مش اكتر، لحد ما انا اضرب بقيه المكونات. واخدين بالكم؟ انا بضربه كله مع بعضه كده بحيث ان هو يطرى معانا. بصوا انا هسيبه بس ينزل يطرى معانا في الميه السخنه ده وبينفش، وبعد كده هنعصره كويس جدا. وبعد كده هحط بقى الفلفل السبايسي، هضربه مع البصله. وثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، انا كده ضربت بقى الفراخ مع الفلفل مع البصل مع الثوم. هنزلهم من الكبه، وبعد كده هنصفي الفوق الصويا جامد جدا، وبعد كده هحطهم عليهم، وهنرجع بقى نضربهم لوحدهم مع الجزرايه كده، وهنقلب الخليط كله مع بعضه، وهتبقى في منتهى الجمال. وثانيه واحده وخليكم معايا. معلش كنت بفصل ساعه الكبه لاني انا مش عارفه افصل الصوت، ومش عارفه اتكلم بقى من الصوت العالي. ثانيه واحده. بصوا حبايبي، انا برضو صفينا الفوق الصويا دي شكله النهائي بعد ما نصفى. هنحطه بقى في الكبه هنا كده، هنزله كله في الكبه بحيث ان هو نضربه برضو. هنحط جزء من الفراخ كده معانا، وهنضربه معاه بحيث ان احنا كله ينعم في بعضه، كل المكونات تخش في بعضها. وثانيه واحده. وكده ضربت حبايبي بقى المكونات كلها، حطيت الفوق الصويا مع نص من الفراخ،
وضربته. وبعد كده حطينا هنا بقى اللي هي الخلطه بتاعت الكفته دي الجميله. اللي مش حابب يحطها يا جماعه ممكن نستبدل بيها بهارات الفراخ، معلقه توم باودر، بصل باودر، ما هي دي كلها محطوطه في البهارات دي. فانا استكفيت بقى، انا حطيت بصل فريش وتوم فريش بحيث ان احنا عندي التانية ثانيه. بص يا حبايبي، انا كده ضربت كل المكونات بقى مع بعضيها، وحطيت معلقه سمنه، معلقتين سمنه كده، بحيث ان انا ما عنديش دهن. وبعدين انا لو حابب حد يحط ليا او دهن مفيش مشكله، بس انا قلت بقى نجرب السمنه البلدي كده، معلقتين او زبده. وضربت كل المكونات في الكبه اهو، ولو حطيت معلقتين السمنه والبهارات بتاعتي، هنزلها بقى وهنخلط الجزرايه. وثانيه واحده وخليكم معايا. بصوا يا حبايبي، انا حطيت الجزرايه اللي انا فشراها، وحطيت معلقتين نشا ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. ماشي يا حبايبي، هندخل بقى كل المكونات دي مع بعض كده، هنقعد ندعك فيها. هنحط بياض البيضه. بياض البيضه دي يا جماعه بيديها برده قيمه غذائيه كويسه، وبيخليها مش مكتومه زي المحلات اللي بره بالظبط. احنا هنعملها البرجر الفراخ الجميل اللي في منتهى الجمال، واحنا عارفين مكوناته. بره برضو احنا ما نعرفش المكونات فيها ايه يا جماعه. وهحط معلقه كاتشب برضو، بس يعني انا شايفاه احمر او بالفلفل السبايسي. ممكن انتوا بقى ما تحطوش الفلفل السبايسي ده، مش لازم، انتوا حطوا الفلفل العادي. ماشي يا جماعه، اللي هو مش الحامي يعني. احنا ممكن الاخضر برضو بيديله تيست حلو قوي، ومع الاحمر كده واحده فلفلايه وفلفلايه بتدي نتيجه كويسه. وهسيبها بقى، هعجنها كويس قوي، وهدخلها الفريزر شويه بس 10 دقايق، وهنقرصها مع بعض. بصوا جميله جدا، وريحتها بقى التوابل بقول لكم بقى جميله جدا يعني. وثانيه واحده كده وخليكم معايا. بصوا يا حبايبي، انا حطيت معلقه الكاتشب ومعلقه، انا حاسه ان هي برضو يعني سايبه شويه، فانا هضطر احط لها 3 معالق من البقسماط مع الكاتشب، وحطيت لها معلقتين زيت. ماشي، هنلف بقى كل المكونات دي الجميله مع بعضها، وهحطها في التلاجة، وهتبقى متماسكه معانا وهتبقى كويسه جدا. مهم جدا ان احنا نعجنها بس كده كل شويه، بحيث المكونات كلها تخش ببعض. والنص كيلو 600 جرام من الكفته الدوني برضو كميه كويسه. الهمبرجر برضو احنا البرجر الفراخ الولاد بيجيبوها من بره، ما نعرفش هما بيطحنوا ايه المصانع، برضو احنا ضامنينها. تنفع عشاء بقى، تنفع فطار في رمضان، تنفع السحور. اللهم بلغنا رمضان يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. فهي دي بقى، قلت برضو لازم اوريها لكم كده على السريع، زي ما احنا متفقين ان احنا كل حاجه بعملها في مطبخي بوريها لكم عشان كلنا نستفاد يا حبايبي. انا بس مش عايزه منكم حاجه انك تدعوا لي، والدعوه الجميله دي بس نقول لكم كده، وربنا يكرمنا. اهي بصوا كده، انا حاسه بقى ان هي برضو بدات ما تلزقش في ايدينا، فهحط لها بس شويه في الفريزر بس تمسك نفسها، وهنقرصها بقى مع الهمبرجر، تبقى احلى برجر في البيت يا جماعه. ثانيه واحده كده، قرصت كده البرجر الفراخ الجميل، وعندي حضرت بقى المكبس يا جماعه بتاع البرجر. كل ده موجود عندنا، ما عندناش ممكن نعمله باي غطا بطرمان، ما فيش مشكله. انا بحط كده الفكره اللي انا بوريكم، بس اللي احنا بنعمل مقاس واحد بس كده، بنكبس عليه عشان يطلع لنا ايه كله شكل بعض. وهي شكلها جميل، وحطيتها بقى في التلاجة لحد ما تجمد، ما تقلقوش يعني. هي بصوا شكلها حلو ازاي. هحطها بقى ثانيه واحده كده عشان انا بصور لوحدي والله، خليكم معايا. ازاي برجر الفراخ الجميله النظيفه اللي في بيتنا، اللي احنا بنعمل كل حاجه في نظافه يا جماعه، زي ما عودتكم دايما ان انا عندي جديد في جديد، كل حاجه احنا بنجددها لبعض وبنوريها لكم. زي ما قلنا كده. بصوا انا برضو عملت التانية اهي، بنحطها واحده واحده. هعمل الكميه كلها بقى يا حبايبي واوريها لكم ثانيه واحده، وخليكم معايا. بصوا الفكره اللي انا بطلع بقى كله على بعضه يا جماعه، بحط الورق دوت الاكياس دي، في اكياس كده بتتباع مقصوصه كده لوحدها، وفي ممكن ان احنا ما عندناش نعمل بتاعه الثلاجه يا حبايبي، عادي مفيش مشكله. نقطع كيس مع 2 كده ونحطهم على بعض وتطلع جميله جدا. واللي ما عندوش برده في مكبس البرجر ممكن اي غطا بطرمان مفيش مشكله يدينا، بس انا قلت عشان الحجم كله يبقى متساوي. وخليكم معايا يا حبايبي. انا حطيت واحده اهي بقى، حطيناها شويه بس في الفريزر شويه تتماسك كده يا جماعه مع بعضها. وحطينا واحده بشويه زيت صغيرين خالص
بحيث ان هي يعني ايه عايزينها بقى يا دوبك بس تستوي، وبعد كده هنقلبها على الوش التاني. ومع احلى برجر في البيت بنظافه وجمال. ثانيه واحده جميله ازاي، ده جميل. هعمل واحده واحده بقى. والهمبرجر همبرجر يعني برجر الفراخ الجميله كبيره. هنعمل سندوتشات كايزر دلوقتي. وثانيه واحده وخليكم معايا. بصوا يا جماعه، ولا بتكش تاني دي تاني واحده. انا بعمل بس ايه، هنعمل على قد افراد الاسره زي ما قلنا. الواحده كبيره جدا، وزي ما اتفقنا ان احنا هنشيل كميه لرمضان، وكميه هنعملها دلوقتي. وفي منتهى الجمال برجر الفراخ. وهعملهم بقى كلهم. وثانيه واحده خليكم معايا.